قوة الإرادة تصنع المستحيل، والنجاح لا يتطلب عذرا. في الحلقة ديال اليوم غادي نتعرفوا على ثمرات انتظار المغاربة لشخصية من طينة نادرة من الصعب أنها تتكرر في تاريخ الكرة المغربية، فوزي القجع. أنا كاع الأمور اللي ما تنفهمش فيها ما تندخلش فيها. وفيها 25 مرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق المدعم. تولد فوزي في 23 يوليوز 1970 في مدينة بركان، وبالتحديد في منطقة تافوغالت. عاش كطفل عادي مع أسرة متوسطة كتكون من أب وأم وثلاث إخوة. الأب ديالو كان كيشتغل في مجال التدريس ثم كمفتش، إلى أن خدا التقاعد ديالو فيما بعد. درس فوزي المرحلة الابتدائية والثانوية في مدينة بركان في شعبة العلوم التجريبية اللي خدا فيها البكالوريا عام 1988. وبحكم أنه كان تلميذ مجتهد وحاصل على نقطة مزيانة أهلته أنه يمشي يدفع المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة اللي كاين في الرباط. فوزي كان الحلم ديال الأبوين ديالو أنهم يشوفوه موظف يشغل منصب مزيان يعيش منه بخير، وما كانوش كيعرفوا أن هذا المنصب غادي يفتح له طريق كيحلم بها أي واحد. بعد التخرج ديالو بشهادة مهندس زراعي غادي يشتغل كموظف عادي في وزارة الفلاحة، وبحكم الطموح والجدية اللي كانت عنده قال ضروري خصني نكمل ونطور من راسي. غادي يمشي يكمل قرايته في المدرسة الوطنية للإدارة. هذه الدراسة غادي تفتح له واحد الباب أنه يكون مسير في المفتشية العامة للمالية، ومن بعد رئيس شعبة المجالات الإدارية اللي بقى فيها موظف لمدة 3 سنوات. من بعد دوز 7 سنوات في قسم الزراعة والمقاص. إلى هذه الحدود علاقة فوزي بكرة القدم لا تتعدى الإعجاب والهواية. وفي عام 2010 غادي يتولى منصب مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية. هذه التجربة والخبرة اللي داز بها فوزي القجع في التسيير والإدارة غادي يوظفها بكل كفاءة واستحقاق في مجال كرة القدم. في 2009 غادي يبدا يطلع درجة بدرجة في سلم النجاح، وغادي يكون أول منصب ياخذه في عالم كرة القدم مع فريق نهضة بركان كرئيس للنادي البركاني اللي كيمثل مدينته الأصلية. فوزي غادي يقوم بواحد الإنجاز بعد هيكلة الفريق وإعادة البناء ديالو من جديد على أسس قوية. من بعد غادي يحقق هذا النادي الصعود إلى القسم الأول بعد ما كانت نهضة بركان في تراجع وغياب لمدة طويلة. وانا تنقول دائما الانسان اللي ما تيحبش بعد نفسه وعائلته ومدينته ما يمكنش يحب البلاد نتاعو. حاول فوزي القجع أنه يركز على أي تفاصيل ممكن تقوي هذا النادي، وأهمها الجانب المالي ثم الإداري والاهتمام بالفئة الشابة داخل الفريق. ونظرا لهذه الخبرة اللي دامت 7 سنوات بالإضافة لسنوات التسيير المالي والإداري في الوظيفة ديالو الأخرى في وزارة المالية، القجع غادي يولي أصغر رئيس في تاريخ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهذا الشيء في 11 نوفمبر 2013. وغادي يتم الانتخاب ديالو بعد الانجازات اللي حققها مع نادي نهضة بركان، وغادي يكون الخليفه ديال علي الفاسي الفهري في هذا المنصب. هنا بدا فوزي القجع رحله جديده غادي يركز فيها على اصلاح الكره المغربيه من بعد واحد المده طويله من الركود، وبالمثابره ديالو التركيز على هذه المهمه اللي ماشي سهله. اخيرا المشهد الكروي في المغرب غادي يبدا يعرف نجاحات وتقدم مشهود له، وتطور غادي يمس جميع الاصعده نظرا للعمل الجاد والمتواصل ديال القجع مع الجامعه. هو كما قلت دائما تجسيد لمكانة الرياضة المغربية وكرة القدم على وجه الخصوص داخل المحافل الدولية. وفي وقت قياسي غادي يقدر فوزي أنه يطور البنية التحتية للملاعب ويجهز أكثر من 200 ملعب آخر بالعشب الاصطناعي داخل ربوع المملكة، لدرجة أنها غتولي تنافس أهم الملاعب الأوروبية، وغيقدر يكون أحد أجمل 3 مراكز تدريب في العالم، وهذا ما صرحت به الفيفا فيما بعد. وهذه كانت من أهم الخطوات اللي كانت كتحتاجها أرضيات كرة القدم في المغرب باش تقدر تكون جاهزة لأي تظاهرة قارية أو عالمية. وإذا مشينا لكرة القدم النسوية غادي نلقاو أن فوزي القجع عطاها حتى هي مخطط اهتمام، حتى تصنفت هذه البطولة المغربية النسوية الأفضل قاريا، باقي خدام على التطوير ديالها حاليا. من بعد 20 عام غياب المنتخب المغربي على كأس العالم من 1998 أخيرا غادي يتأهل المنتخب لكأس العالم في روسيا عام 2018 بعد تخطيط وهيكلة واستراتيجيات كان أهمها تعيين مدرب جديد خبير في هذا المجال كان هو هيرفي رونار، زائد إقناع العديد من المواهب والنجوم المغربية البارزة في كرة القدم واللي كتلعب مع فرق أخرى أنها ترجع ترتبط بالأصول والانتماء ديالها المغربي مع أسود الأطلس، منهم اللاعب حكيم زياش وأشرف حكيم
حكيمي وزيد وزيد. هادشي ساهم في تأهل المنتخب عن جدارة لكأس العالم في ذاك العام. القجاع قدر كذلك أنه يرجع الهيبة ديال الكرة المحلية وركز على تكوين وبناء مواهب. من أول نجاح لهم بعد فوز المنتخب الوطني بكأس إفريقيا للاعبين المحليين في رواندا 2018 ومن بعد الفوز على غانا في 2021. وهادشي كامل كيعود للعمل الجدي والتخطيط الدائم والمجهود ديال الجامعة الملكية وعلى رئاستها فوزي القجاع باش يكونوا فريق من اللاعبين المتفوقين مستقبلا. ومع التقنيات الجديدة اللي دخلت على كرة القدم غادي يكون المغرب أول بلد إفريقي كيستخدم تقنية الفار أو كما تسمى بتقنية التسلل التلقائي اللي كتعتمد على التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي AI اللي كترسل رسالة فورية لحكم المقابلة ملي كيوقع شي تسلل من طرف اللاعب عند تمرير الكرة وكيتم التصوير ديالو بدقة عالية باش يسرعوا طبعا من عملية قرار من طرف الحكام. هذا الاهتمام كامل اللي عطاه القجاع مع الجامعة جعلته شخصية بارزة وملهمة لعدة شخصيات وقيادات كروية في القارة الإفريقية، خاصة ملي صعد لقمة القارة السمراء بفريق نهضة بركان بعد ما فاز بلقب كأس الكاف عام 2020. من بعد هذا الحدث غادي يتم انتخاب فوزي كعضو للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وخاصة ملي عزز العلاقات بين الجامعة والعديد من الاتحادات في القارة الإفريقية بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات في عدة مجالات لتطوير كرة القدم المغربية، إضافة للاهتمام ديالو بتكوين الأطر التقنية والإدارية والنهوض بالتحكيم باش يكون عندنا تنافسية مهمة في كرة القدم المغربية مستقبلا. فوزي القجاع قدر يحسن الظروف الاقتصادية ديال الأندية المغربية وقدر أنه ياخذ مناصب جديدة بعد هذه المجهودات، منها منصب رئيس لجنة المالية في الكاف ونائب رئيس لجنة الأندية في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالإضافة لكونه عضو في لجنة الحكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبعد مسيرة مليئة بالإنجازات وحافلة بالنجاحات غادي يوصل فوزي القجاع للفيفا ملي غادي يتم الانتخاب ديالو كعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا كممثل عن القارة الإفريقية. وهذا مستوى آخر من التحديات اللي كيركز عليها القجاع باش يوصل كرة القدم المغربية للارتقاء ويفتح لأوسع أبواب النجاح، وهذا غادي يعود عليها بالفائدة لسنوات القدام. وإلى هذا الحدود هو المترأس لبعثة المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم 2022 في قطر كرئيس للجامعة الملكية لكرة القدم. فوزي القجاع القائد والمسؤول والمسير، الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذه كانت قصة ومسيرة فوزي القجاع باختصار. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتدعموا قناتنا بالإعجاب والاشتراك باش تزيد القدام لأننا باقين في البداية. وشكرا جزيلا ونتلقاكم في فيديو آخر وشخصية أخرى إن شاء الله.